السلام عليكم. هنعمل صينية روان النهاردة، انما تحفة وجميلة، ونحط عليها معلقة هتغير طعمها خالص. يلا نسمي الله ونبدأ. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل السيرب الاول علشان نركنه، علشان السيرب بتاع الرواني بيكون دافي. كوبايتين سكر، كوبايتين ونص مية، نص عصرة ليمونة، وشريحة ليمون كده بتدي ريحة حلوة للسيرب. ونحطه على البوتاجاز من 7 ل10 دقايق. جهزنا الصينية بتاعتنا، دهناها زبدة وعفرناها بشوية سميد. معانا المواد الجافة: كوباية جوز هند، كوباية ونص سميد، كوباية دقيق، وكيس بيكنج باودر، وذرة ملح صغير. وهنقلب كل المكونات دي ونركنها بقى إيه على جنب، على ما نعمل المواد السائلة. معايا 3 بيضات فانيليا، هاخدهم ضربة بسيطة كده بس يا دوبك الفانيليا تختفي. وبعدين هنزل بكوبايه الا ربع سكر. هي معاكي من كوبايه الا ربع الكوبايه، بس انا احب اقلل السكر شويه، احنا بنحب الحاجه مش مسكره قوي. وبعدين هنزل ب3/4 كوبايه زيت، وهضرب تاني لغايه ما الخليط يبيض معاكي كده يبقى حلو. وبعدين هنزل بعلبتين 2 زبادي، العلب اللي هي العاديه بتاع المحل دي، بتاع السوبر ماركت. وكوبايه الا ربع حليب، ومعلقه خل. وهضرب كل المكونات دي كويس جدا تاني لغايه ما كلها تختلط ببعض كده واللون يفتح ويبقى ابيض. حابه بقى تحطي عصير برتقان هتبدليه بالحليب. بعدين هناخد المواد دي وهننزل بها، المواد السائله، وهننزل بها على المواد الجافه، وهنقلبها كويس جدا بمضرب بقى، بسباتيولا، بمعلقه، باي حاجه. بس اهم حاجه يكون في اتجاه واحد، وتجيبي من تحت لفوق كده علشان لو في حاجه تحت ولا حاجه تتخلط كلها مع بعضها. المعلقه بقى اللي احنا هنحطها دي معلقه قشطه بتاعت وش اللبن. دي بتودي الرواني في حتة تانية خالص، حقيقي حقيقي جميلة جميلة جدا، وطعمها حلو. هندوبها كويس جدا. انا ما حبيتش اخلطها مع المكونات التانية عشان تظهر طعمها. جبنا الصينية، ممكن صينية المقاس ده، وممكن تكون عايزاها اعلى تبقى في صينية اقل من كده. انا مشغله الفرن من ساعه ما بدات، مشغله الفرن على درجه حراره 180. حطيتها في الرف الاوسط، خدت حوالي 25 دقيقه. اخدت لون من تحت، فتحت الشوايه واديتها لون من فوق. خرجت كان الشربات دافي مش سخن، وهي كانت سخنه. آه، سقيتها بالشربات ودلعتها بقى شويه. رشيت عليها شويه جوز هند مبشور، شويه جوز هند ناعم من اللي احنا حاطينه في قلبها. وممكن تستغنى عن جوز الهند خالص في المكونات. انت في ناس ما بتحب، مش حباه. وممكن كمان لو عندك زبيب تحط في قلبها، بيبقى طعمها حلو برضه. تقلبها مع المكونات. ادي بقى اتفرجي عليها، جميلة جدا جدا جدا، وخفيفة هشة هشة خالص. يعني تحتاري تقولي دي ايه، دي كيكة ولا بسبوسة ولا رواني. آه شايفة هشة جدا، اسفنجية بطريقة ما تتخيلهاش. هي ديت المكونات المظبوطة معاكي جدا ان انت تعملي بها صينية الرواني. وبألف هنا لكل اللي ياكل، وبسم الله ما شاء الله، من فوق ومن تحت تحفة. والسلام عليكم ورحمة الله.